احنا اتكلمنا عن انواع الجن في حلقات كتير، بس الحلقه المره دي هتبقى مختلفه. هنتكلم عن انواع الجن ولكن في البلاد المختلفه، واساميهم في البلاد المختلفه عامله ازاي، وشكلهم هل ده اساطير ناس ماشيه عليها وبينقلوها من شخص لشخص او من دوله لدوله او من فريق لفريق وفي الاخر بتوصل لنا، ولا دي اسماء حقيقيه؟ هنعرف ده النهارده في الحلقه. بس قبل ما نبدا خلينا نصلي على الحبيب ويلا بينا نبدا الحلقه. هنتكلم دلوقتي على اول جن، هو جن السعالي. ايه السعالي ده؟ اول مره نسمع عنه. تعالوا اقول لكم ايه هو الجن السعالي. نوع الجن ده هو نوع جن غريب، الناس بتفتكر او بتقول عليه ان هو لما بيظهر على شكل امرأة جميلة وطبيعي تغوي الرجال، وبعد كده بيقولوا ان هي بتتحول لشكل مرعب عشان تأذيهم. مشهورة في الفلكلور العربي، ودايما لما يسألوا طب بنشوفها فين ولا انتوا شفتوها فين، بيقول لك بيشوفوها في الاماكن المهجورة او في الصحراء. كده احنا اتكلمنا عن جن السعالي. هنخش على تاني حاجة اللي هي الجن الغيلان. دول بيعيشوا في اماكن صعبة جدا وخطيرة جدا ومرعبة جدا، زي الصحراء بالليل او في الغابات في الحتت الصعبة ممكن تشوفها. زي ما احنا عارفين ان الجن عنده قدرات كتيرة جدا، انه سريع وبيطير وبيعمل حاجات كتيرة، ولكن الغيلان دول عندهم قدرة ان هم بيغيروا شكلهم وبيقدروا يخوفوا البشر. معنى الغول في الادب العربي ان هو كائن مخيف وشرس. ثالث جن معانا النهارده في التراث زي ما بيقولوا الجن القطرب. القطرب يلا بينا نعرف دلوقتي. هو جن سريع الحركه بيظهر بالليل. هم بيقولوا ان الجن ده ممكن يؤذي الحيوانات زي الماشيه مثلا، او يؤذي البشر، او يسبب الرعب للبشر. قالوا عليه في بعض الكتب من التراث ان هو جن سريع الحركه. الجن الناري، ساعتها بيقولوا ان الجن ده بيظهر على هيئه لهب او دخان. وبيقول في بعض الروايات الشعبيه ان هم مكانهم بيعيشوا في البراكين او في الاماكن الساخنه. الجن الازرق في التراث الشعبي بقى بيقولوا ان الجن الازرق هو اقوى انواع الجن. الجن الازرق هو دايما بيقولوا عليه في التراث الشعبي ان هو من اقوى انواع الجن واكثرهم شراسه، ومن الجن اللي صعب جدا ان انت تواجهه، ودايما بيستخدموا اسمهم في التراث الشعبي ان هو جن خطير. الجن الشق في التراث بيقولوا ان هو جن نصه انسان ونصه جن غير مكتمل. بيقولوا برضه ان هو بيظهر في الحتت الضلمه او الاماكن المهجوره اللي ما بيروحهاش حد، عشان خاطر لما حد يروح يخوفهم. ساعات بيقولوا ان هو بيظهر بشكل واحد اعور او مشوه، زي ما انتم مثلا تلاقي حد يقول لك ايه، انا كنت ماشي في حته ضلمه وشفت واحد اعرج وماشي بس لما قربت له اختفى. بيقولوا ان هو جن النسناس. بيقولوا ان جن النسناس ده بيقولوا عليه النسناس عشان خاطر هو صغير الحجم وصغير وبيعيش في الغابات وبيتميز بحركته السريعه وان هو يقدر يهرب من اي حد. بس بيقولوا ان النسناس ده في التراث الشعبي ان هو من اضعف انواع الجن. جن البيوت بين قوسين التابع. بيقولوا كمان ان الجن ده بيعيش مع العائلات في المنازل. زي ما احنا قلنا ان عندنا الجن ممكن يكون بيضر او بيفيد، والناس كتيره بيقول لك ان البيت ده لما انا بسمع صوت حاجه بتتحرك حاجه بتتخبط، انا بحس لما بخش الاوضه دي ان انا مخنوق. يقول لك بس البيت ده فيه جن، هو جن المنازل. جن الكهوف بيسكن الابار المهجوره او الاماكن المغلقه زي الكهوف. بيظهر دايما للمغامرين، اذا واحد رايح يدور على بحث او الناس رايحه تدور على كنز بيخشوا المغارات او كده، فبيقولوا احنا بنشوف حاجات غريبه بيقولوا عليها جن، بس ده مش حقيقي او حقيقي الله اعلم. الجن الابيض والجن الاسود في الروايات الشعبيه بيقولوا ان الجن الابيض ما بيأذيش زي الجن الاسود، بس الجن الاسود بيقولوا ان هو اكتر عدوانيه وبيأذي بشكل غير عادي. جن الظل شادو. جن الشادو زي ما هو اسمه كده بيقول ان هو الظل. ده بقى ظهر في العالم الحديث دلوقتي. بيقولوا ان الجن ده بيظهر على شكل شادو او على شكل ظل، بيبقى ماشي مع الانسان وساعات بيتحرك بسرعه والناس بيشوفوه بس على لمح البصر. كل اللي احنا قلناه ده وكنت دايما بقول ده من التراث الشعبي. انا عايز اقول ان كل ده ملوش علاقه بالدين ولا ذكر في الدين، ولكن انا بقول المعلومات دي عشان ده التراث الشعبي، عشان حد لو جه قال لك او ضحك عليك وقال لك اصل انت ملبوس عم بالجن السعالي ولا النسناسي ولا اي حاجه من ده، اعرف ان كل ده وهم ملوش علاقه خالص بالدين. ولو اول مره بتشوفني يا ريت تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس وتعمل شير. وانتظروني في الحلقه.